بدايتي كبداية أي شاب في دولة الكويت، يعني في أسرة محافظة لله الحمد والمنة بين أبوين كريمين رحمه الله تبارك وتعالى، ولي إخوة وأخوات وأقارب وجيران وأصدقاء وزملاء دراسة وغير ذلك من الأمور. وكنت في صغري محبا للقراءة، لكن كان أبي رحمه الله تبارك وتعالى يشتري بعض الكتب كصحيح البخاري وتفسير المنار وصحيح مسلم وكتاب العبقريات وكتاب رجال حول الرسول، وكنت أنا أقرأ، أحب القراءة، أخذ بعض هذه الكتب أقرأها، لكن بدون ترتيب بدون تنسيق، يعني قراءة عامة هكذا. وكنت أحيانا أقرأ بعض القصص كقصة عنترة مثلا، وكنت أحب أن أقرأ كثيرا ديوان المتنبي الشاعر المعروف. ثم بعد ذلك حبب إلي يعني قراءة العلم الشرعي، فبدأت بحضور بعض الدروس. وكان أبي رحمه الله تبارك يجمعنا دائما وهو يرتل القرآن ونحن نتبع معه، يعني وهو يقرأ رحمه الله تبارك وتعالى، ويأمرنا أن نجلس عنده وكل واحد معه مصحفه ويتابع معه وهو يقرأ رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك بدأت أحضر بعض الدروس العلمية لبعض المشايخ وطلبة العلم في الكويت، واستفدت منهم كثيرا حفظهم الله تبارك وتعالى ورحم من مات منهم، حتى صار بعد ذلك بعد تخرجي من الثانوية أقنعني أخي سالم الطويل أبو سعد حفظه الله تبارك وتعالى بالدراسة عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في عنيزة. فأذكر أني توجهت للتسجيل في الجامعة وللدراسة عند الشيخ رحمه الله تعالى. وأذكر ذهب معي أخي أحمد حمود ناصر الجبري حفظه الله تبارك وتعالى لما ذهبنا للتسجيل، لكن هو لم يسجل، سجلت أنا فقط. ورجعنا ثم صار القبول والحمد لله. بدأ طلب العلم الحقيقي عندما سافرت إلى القصيم. نعم، كنت ألعب الكرة مع زملاء المدرسة ثم في الحي، ثم بعد ذلك التحقت في نادي القادسية وأنا صغير، ثم بعد ذلك توجهت نادي خيطان، بعد ذلك كنت حارس مرمى، ولكن حارس مرمى يعني ضعيف ليس جيدا. بعضهم كان يعلق علي يقول كأنك حارس عمارة مفتوح الباب على طول. يشكو البعض أو يخبر يقول نرى بعض الناس يتوبون ثم يعودون يعني إلى ما كانوا عليه، فلماذا؟ المشكلة أن الإنسان قد يتوب إلى الله وتكون توبته صادقة وقد تكون توبته نصوحا، ثم يرجع ينتكس مرة ثانية. لماذا؟ لأنه في الغالب لا يبتعد عن المواطن التي تذكره بما كان عليه من الفساد. مثلا كان يشرب الخمر ثم تاب من شرب الخمر، هذه نعمة، وعزم على أن لا يعود وندم وأقلع، لكن مشكلته إيش؟ ما زال يمشي مع الذين يشربون الخمر، ما زالوا هؤلاء هم أصدقاؤه. بعد فترة قد يعود لشرب الخمر لأنه يذكرونه بهذا، بل وقد يدعونه لهذا، فيعود إلى شرب الخمر. عنده مجلات، عنده أفلام والعياذ بالله، وتاب إلى الله وأقلع وندم وعزم على أن لا يعود، لكن الأفلام ما زالت عنده. بعد مدة يأتي ويفتح هذه الأفلام أو يعود إلى رؤيتها عن طريق الفيديوهات واليوتيوب وغير ذلك من الأمور. فإذا لا تصلح توبته، أفسد توبته الأولى مع أنها كانت جيدة، لكن رجع مرة ثانية لأنه لم يبتعد عن موطن الشبهة الذي يذكره بهذا الأمر. تاب إلى الله تبارك وتعالى، لكنه ما زال أصحابه السابقون كما هم. أن الإنسان إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى ينبغي له أن يبتعد عن مواطن الشبهة.
التوبة إلى الله تبارك وتعالى ليست بالتحلي ولا بالتمني، ولكنها لها شروط إذا انتبه لها المسلم قبلت توبته وصحت، وإن قصر في هذه الشروط لم تقبل هذه التوبة. وهي 3 شروط ذكرها أهل العلم. أولها الندم، وقد جاء في الحديث الندم توبة، وهو ذلك أن يشعر الإنسان بالانكسار والضيق والهم والأسى على ما وقع منه، يحزن حزنا شديدا على وقوع هذا الذنب أو وقوعه في هذا الذنب، الندم. الأمر الثاني الإقلاع، فلا يمكن يكون تائبا وهو ما زال قائما على الذنب، يشرب الخمر، كأس الخمر في يده، ويقول اللهم إني تبت إليك. هذا كاذب، لابد أن يقلع عن الذنب حتى تصح توبته. الأمر الثالث أو الشرط الثالث لصحة التوبة هو العزم على عدم العود، يعني أن يعزم عزما أكيدا أن لا يعود للذنب. أما أن يقول اللهم إني تبت إليك وهو مخطط الآن أن بعد ساعة سيعمل الذنب نفسه، سيعيد الكذبة نفسها، سيسرق، سيغش، سيعق، ويقول اللهم إني تبت إليك، هذا كاذب ما تاب. فإذا لابد أن يعزم عزما أكيدا من قلبه أنه لن يعود لهذا الذنب، وأنه سيقلع عنه إلى الأبد. هذا هو الأصل في التوبة إلى الله تبارك وتعالى. طيب لو عاد، التوبة صحيحة، بس أهم شيء لما تاب كان عازما على أن لا يعود، ناويا أن لا يعود لهذا الذنب. ويذكر بعض أهل العلم 3 شروط أخرى غير هذه الشروط المتفق عليها، فيذكرون من الشروط شرطا رابعا، وهو إن كان هذا الذنب عبارة عن حق للناس، كان يكون سرق أموالهم أو غشهم أو غير ذلك، قالوا فيجب عليه أن يعيد الحق إلى الناس. ما يمكن الإنسان يسرق من الناس أموال ثم يقول اللهم إني تبت إليك، خلاص لن أعود لهذه السرقة وأنا نادم وأقلعت الآن. لا، يرد للناس حقوقهم. لا يقبل هذا الأمر، لا يقبل هذا الكلام، بل لابد أن يرد للناس حقوقهم. يجعلونه شرطا رابعا فيما لو كان الذنب في حق الناس. الشرط الخامس الذي يجعله بعض أهل العلم شرطا أن تكون التوبة قبل الغرغرة، يعني قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، لأنه إذا وصلت الروح إلى الحلقوم لا تقبل توبة العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وكلنا يعرف حال فرعون لما أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لم يقبل منه. الآن لا، ما يقبل. لماذا؟ رأى الموت بعينه. فلا تقبل توبة العبد إذا غرغر، إذا وصلت الروح إلى الحلقوم لا تقبل هذه التوبة. الشرط السادس الذي جعله أن تكون التوبة في وقتها، ووقتها قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وهذه من علامات الساعة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية قال إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل توبة من أحد. وجاء في الحديث الآخر لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذه إذن 6 شروط، 3 متفق عليها و3 تذكر